السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. النهاردة بقى في الحر اللي احنا فيه دوت والجو الحر ده هعمل معاكم احلى ايس كريم زبادي توت. هنعمله في البيت يا جماعة، وهنعمله بكل حركاته وتكاته واسراره، واحدة واحدة كده هنعمله مع بعضينا، وشوفوا هيطلع بالجمال والقمر دوت ازاي. قوام كريمي ومتماسك، والشكل طبعا يعني بيتكلم عن نفسه. حاجة كده ما شاء الله، اللهم احسن ما بين ايدينا. حاجة فعلا رائعة وجميلة جميلة جميلة. وطبعا الكمية معانا زي ما انتوا شايفين قد ايه. طبعا احنا بنوفره وبنعمله في البيت، وهتعملوه بطريقة سهلة وبسيطة جدا. تعالوا نشوف احنا عملناه ازاي النهاردة. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. انا معايا هنا نص كيلو من التوت، غسلاه ومنضفاه كويس قوي من الرمل ومصفياه طبعا. وانا بغسله كده لقطت كام واحده، يعني ايه مش نص كيلو بالظبط. هجيبه بقى واحطه كده في مقلايه عندي صغيره، وهنزل بالتوت بتاعنا فيها، وهنزل بثلاث معالق من السكر، وهنزل بعصرة نص ليمونه. طبعا الجلافز مضايقني جدا، بيتزحلق مع الليمونه، مش عارفه امسكها كويس. بس برضو هعصرها. احنا كده عصرنا نص ليمونة، وعلى البوتاجاز بقى، وهنسيبه كده ياخد ايه غلوتين تلاتة كده مع بعضه. هنا انا سيبته على النار حوالي 10 دقايق، وبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. طبعا التوت نزل الصوص بتاعه واستوى وطري. هبدأ بقى اهرسه بقى بالهراسة بتاعتي. انا مش عايزة اهرسه بالهاند بلندر، عشان انا عايزة التوت قطع كده واضحة في الايس كريم معايا. مش عايزاه يبقى ناعم قوي، يعني عايزاه قطع كده معايا. وهرس فيه بقى لحد ما يبقى ايه بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. طبعا انا هاخده واشيله في التلاجة على ما نبدأ بقى نجهز بقية المكونات بتاعتنا. هجيب بقى بولة، وهنزل فيها بكوباية من الكريم شانتيه. كريم شانتيه يا جماعة دوت من غير سكر. وهنزل عليه بمعلقتين كبار من اللبن البودر، وهنزل بثلاث كوبايات من الزبادي. انا كده هعمل معاكم بقى ايس كريم الزبادي. وهنزل بمعلقتين كبار من السكر البودر، ومش هكتر طبعا لاني لسه ايه هحط عليه اضافات تاني. وبالمضرب بقى، وهضرب بقى فيهم. يعني اهم حاجة في الايس كريم دوت ان هو يتضرب كويس في المضرب. لازم تضربيه كويس عشان القوام بتاعه والمطة بتاعته تبقى معاكي مظبوطة وجميلة وزي بتاع بره بالظبط. بالعكس انت هتعمليه احلى كمان. طبعا شايفين اللون فتح معانا والقوام عمل ازاي. هنزل بقى بنص كوباية من اللبن، وهنزل بمعلقتين كبار من العسل الابيض. طبعا العسل الابيض دوت اختياري، لو عندك هتحطي، ما عندكيش هتزودي معلقتين كبار من السكر البودر. انا طبعا حطيت معلقتين بس علشان هكمل بالعسل، فمش اساسي يعني. بس هو العسل الابيض بصراحه بيديله مطه حلوه، وبيدي الزبادي للايس كريم طعم حلو، ويديله بقى المطه بتاعته اللي احنا ايه بناكلها كده بره ونستمتع بيها. طبعا هبدا بقى اكمل ايه ضرب كويس. لازم اهم حاجه يا جماعه يتضرب كتير، يعني اضربيه كتير قوي علشان يدي معاكي القوام اللي احنا عايزينه. لازم يبقى قوام كريمي كده وناعم، وبيدي معاكي مطة حلوة.
طبعا انا بعلي المضرب، بخليه على اعلى درجة، وافضل بقى اضرب فيه لحد ما يدينا بقى الشكل ايه الكريمي اللي انتوا شايفينه دوت. طبعا انا ضربت فيه مش اقل من ربع ساعة كده، بس طبعا انا بختصر الفيديو عشان الوقت معاكم. واديكوا شايفين طبعا كل ما اضرب فيه الكمية بتزيد وبتكتر معايا، كل مادة بيديني القوام اتقل وكريمي اكتر. زي ما انتوا شايفين القوام كده. كده بقى انا جبت القالب بتاعي اللي انا بقى ايه هحط فيه الايس كريم، وهيدخل ايه التلاجة بيه. شايفين القوام بتاع الايس كريم بتاعنا، قوام كريمي كده وناعم. طبعا هنزل ايه بجزء كده من الايس كريم، وهبدأ افرده في القالب زي ما انتوا شايفين. هفرده بحيث ان ايه يعني السطح بتاع الايس كريم يبقى متساوي. وهبدأ بقى ايه انزل بالصوص بتاع التوت بتاعي اللي انا عملته. هبدأ بقى ايه انزل بكمية كده، يعني مش كتير، لان انا هعمله طبقات زي ما انتوا شايفين. وهنزل بقى ايه بجزء تاني من الايس كريم. انا عايزه اقول لكم القوام ده هو القوام المناسب للايس كريم. وطبعا انتوا شايفين المطه بتاعته كده وانا بفرده بيدي عرق معايا. هي دي المطه يا جماعه بتاعت الايس كريم اللي بتبقى بره وبتديله الجمال والطعامه اللي احنا بصراحه بنبقى يعني متلهفين عليه بره كده ان احنا ناكله، علشان المطه والقوام والطعم. وطبعا كل الحاجات ديت هقول لكم يعني ما كلفتناش بولة الايس كريم الواحدة في مكان ما، يعني البولة الواحدة ب35 و40 جنيه البولة الواحدة. طبعا احنا عملنا قالب كبير قد ايه يعمل معانا كمية قد ايه، وما كلفتش ربع التكلفة اللي لو جبناه من بره. هنساوي بقى السطح بتاع الايس كريم. نبدأ بقى نسوي السطح كده. كده بقى تمام، احنا نزلنا بالكمية كلها. فوق الوش بقى هنزل برضو شوية تاني من الصوص بتاع التوت اللي احنا عاملينه، يدي بقى شكل نهائي كده فوق. ويبقى الوش بتاع القالب بتاعنا شكله حلو برضو كده وجميل. والتوت يبقى متوزع في كل الطبقات زي بعضه. وزي ما انتوا شايفين كده انا بقى جبت خلة بتاعت الشيش طاووق، وهبدأ اوزع التوت يديله شكل كده ايه جمالي زي ما انتوا شايفين كده. وهقفله وهحطه في التلاجة يعني من 6 ل8 ساعات، ويا ريت تسيبيه ليلة كاملة في الفريزر هيدي معاكي نتيجة احسن. طبعا انا سبته ليلة كاملة في الفريزر لحد تاني يوم، وبديت بقى ايه اطمن على الايس كريم بتاعي ونشوف بقى ايه الوصفة بتاعتنا اخبارها ايه وعملت ايه. طبعا الايس كريم زي ما انتم شايفين كده جمد معانا وبقى شكله زي ما انتم شايفين. نبدأ بقى نحط منه كده ونشوف ايه الدنيا والوصفة بتاعتنا اخبارها ايه. طبعا اكيد كل حاجة في البيت بنعملها تبقى جميلة وتبقى حلوة واوفر واحسن مليون بره من اللي بره، وهتوفري كتير وهتاكلي ايس كريم طعمه جميل بدون مكسبات طعم ولا اي حاجة. انت بتعملي حاجات طبيعية زي ما انتوا شايفين. بصوا الايس كريم كريمي وناعم وجميل جدا ازاي. طبعا حاجة بسم الله ما شاء الله، اللهم احسن ما بين ايدينا، اللهم بارك يا رب.
والف هنا وشفا للي هياكل منه. زي ما انتوا شايفين جميل ازاي وشكله عامل ازاي. بالله عليكم بقى عايزاكم تقولي لي بوله زي دي لو كلتوها في اي مكان هتدفعوا فيها قد ايه. وطبعا زي ما انتوا شايفين القالب بتاعي برضو حجمه كبير مش صغير، واخد كمية ما شاء الله كبيرة، يعني هناكل منه مرة واتنين وتلاتة، واللي خد هيحط تاني وهياخد تاني، وما شاء الله الله اكبر اللهم بارك. الكمية هتكفي كل واحد عاوز ياكل منه مرة واتنين وتلاتة، كمية وفيرة جدا. طبعا انتوا شايفين بقى الجمال يا جماعة، مش قادرة اقول لكم والله جميل جدا جدا، ملمسه ناعم. وفي بقى المطة بتاعت الايس كريم الجميلة ديت علشان معلقتين العسل اللي احنا حطيناهم. بصوا قوامه، بص القوام بتاع الايس كريم. وطبعا التوت فيه مش عبارة عن حاجة سايلة، لا انا هرسته عشان يبقى قطع كده وانتي بتاكلي تحسي بطعم التوت كده، وتاكليه يبقى تحت سنانك كده، في فاكهة بتاكليها. والله ما ببالغ، بس فعلا هو جميل جدا جدا جدا، وطبعا موفر جدا في الكمية. ودي كانت وصفتي معاكم النهاردة. وفي الحر دوت محتاجين حاجة ساقعة ترطب علينا. ولو الفيديو بقى عجبكم يا ريت لايك وشير، واللي ما اشتركش في قناتي شرفني اشتراكه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.